السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. جربتي وصفات كتيرة للكبدة ونفسك تجددي في وصفاتك؟ يبقى الفيديو ده ليكي. هنحضر مع بعض اجمل كبد وقوانص كنتاكي. بما ان الاولاد بقى بيعشقوا الكنتاكي يبقى الوصفة دي تعجبهم جدا جدا، لان هنحضرها بتتبيلة جميلة جدا، وكمان هتكون عاملة طبقة قرمشة حلوة قوي. حضرت معاكم قبل كده في القناة اكتر من وصفة للكبدة. عملنا الكبدة البانيه وكبدة عربية الشارع، وكمان عملنا الكبدة بالبطاطس. ولو حابين ان شاء الله اسيب لكم الروابط هتلاقوها في صندوق الوصف لو حبيتوا تجربوا اي وصفه فيهم. تعالوا بينا النهارده بقى نبدا الوصفه الجميله دي ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لاول مره بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده وتشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس لو حابه يوصلك اشعارات بفيديوهاتي الجديده. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في الوصفه على طول. اول حاجه كده يا بنات، انا معايا هنا طبق من الكبد والقوانص. عايزه اقول لكم بجد في الفتره اللي احنا فيها دي ما عادش اي حاجه في الفرخه ملهاش قيمه. طبق الكبد والقوانص اللي انتم شايفينه ده ب 45 جنيه، متخيلين؟ وهو كمان مش كيلو، اقل من كيلو. المهم يا بنات، انا هنا كده معايا الكبد والقوانص بعد ما غسلتها غسيل كويس جدا بميه بس عادي خالص. بتبداي تغسليها بدون ملح ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجه خالص، بنشطفها بس بشويه من الميه. بعد كده هبتدي اجيب كده حله وفيها شويه من الميه. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هسوي القوانص بتاعتي. طبعا القوانص بتغيب في التسويه عن الكبده، يعني الكبده بتستوي اسرع. وبما اننا هنعمل الكبده دي والقوانص هتكون كنتاكي، فلازم اسوي القنص علشان طبعا طبقه الكريسب بتستوي بسرعه. يا دوبك على طول بنقليها وبتحمر على طول، فلازم القنص معانا يكون مستوي. فهبتدي كده احطها في ميه، وطبعا هنبدا ان احنا نسويها تسويه عاديه خالص زي ما بتسلقي الفراخ هتبداي تسلقيها. وهخليها تستوي تسويه كامله، يعني مش 80% ولا 90%، لا هنخليها تستوي تسويه كامله. جبت بعد كده طماطميه وبصلايه وكمان جزرايه قطعتهم كده صغير، وبدات كده اضيف البهار. حطيت ورق لوري وحبهان، وضفت كمان عليهم فلفل اسود وكمون. هغطيها وهرفعه على النار وهسيبها لحد ما تستوي. طبعا بتبداي تسويها زي ما قلت لكم تسويه عاديه خالص. اول ما هنلاقي القوانص معانا استوت خالص هنبدا على طول بقى نصفيها من المرقه دي، وهنبدا على طول خلاص نخرجها ونصفيها. تمام كده يا بنات، وبكده اول خطوه معانا خلصت. تعالوا بقى بينا نحضر ألذ تتبيله للكبد والقوانص دي. في طبق عميق هنضيف كده معلقتين كبار من الزبادي البلدي العاديه خالص. هنضيف عليها كمان معلقتين كبار من الزيت، وعليهم معلقتين كبار من الخل. ما ننساش كمان نضيف نص كده عصره من الليمون. بعد كده هنبدا بقى نزود البهارات بتاعتنا. بتبداي تحطي طبعا البهارات اللي بترتاحي ليها. انا هنا بالنسبه لي كان كمون وفلفل اسود. حطيت كمان بابريكا كركم وكاري، وضفت توم باودر وبصل باودر. وكمان هنحط شويه من الملح او هنظبط الملح بتاعها. وهنبدا بعد كده يا بنات نضيف شويه من نص معلقه من دبس الرمان. هيخلي برضو طعم التتبيله جميل جدا. وهبدا بقى اقلب الخليط الجميل ده مع بعضه. بعد كده هنضيف عليها ربع معلقه صغيره من الثوم. بعد كده حسيت ان الخليط بتاعي كان تقيل جدا، فضفت كده اقل من ربع كوبايه من الحليب اللي هو اللبن. تمام كده يا بنات. هنبدا بقى نضيف اللبن وهنقلب كويس لحد ما الخليط بتاعنا كده يمتزج كله مع بعضه. زي ما قلت لكم هنضيف كمان ربع معلقه صغيره من الثوم. الثوم برضو هنا هيخلي طعم التتبيله جميل جدا. بعد كده هبتدي اضيف بقى الكبد والقوانص اللي انا جهزتها في التتبيله دي. وهنبتدي طبعا ان احنا نقلبها كويس جدا لحد ما التتبيله كده تتغلغل جوه القوانص والكبد. وفي المرحله دي طبعا لازم نسيب التتبيله كده مع الكبد والقوانص شويه حلوين كده، علشان طبعا تشرب كويس من التتبيله وتدينا طعم حلو في الاخر. كل ما التتبيله طبعا هتقعد مع الفراخ اكتر، مع الكبد والقوانص اكتر، هتديكي طعم احلى. اهم حاجه وانت بتجهزي الخليط او التتبيله دي لازم ما تخليهاش تخف قوي معاكي، لازم تكون كده سميكه شويه، علشان لما تيجي تتبليها بالبقسماط لازم تكون كده شايله من التتبيله دي شويه. هسيبها بقى يا بنات في التتبيله كده شويه مع نفسها لحد طبعا ما تتشرب على قد ما تقدر وتاخد الطعم الجميل بتاع التتبيله. تعالوا بقى مع بعض نحضر الكفر الخارجي او التغطيه بتاعتها. هحتاج لي كوبايه كده من الكورن فليكس المطحون. طبعا ده بيجي من عند العطار، بيجي سايب كده. بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده، بيكون خشن. انا بطحنه في الكبه لحد ما بينعم معايا بالشكل ده. طبعا بتقدري تتحكمي في حجم الكورن فليكس، ممكن تنعميه قوي او ممكن تنعميه شويه صغيرين. ضفت بعد كده نص كوبايه من البقسماط الناعم. عايزه اقول لكم كمان ان البقسماط ده يا بنات انا بعمله في البيت من بواقي الكايزر، وعملته قبل كده برده فيديو على القناه. لو انتم حابين طبعا تتفرجوا على الفيديو ممكن اسيب لكم برده الرابط بتاع البقسماط في صندوق الوصف. هقلب بقى المكونات مع بعضها. انا حطيت رشه من الملح، وطبعا البقسماط اللي كان عندي كان متبخر، فما اضطريتش ان انا اضيف اي توابل غير الرشه من الملح بس. بعد ما الكنتاكي بقى او الكبد والقوانص بتاعتنا قعدت في التتبيله كده، هنبدا على طول بقى نخرجها ونبدا ان احنا نتبلها بالشكل ده. هنبدا بقى يا بنات نغلف بقى الكبد والقوانص كده مع الخلطه الجميله بتاعه التغطيه دي او الكفر الخارجي، وتغطيها كده من جميع الاتجاهات.
بس كده بتبدأي تعمليها كده بالشكل ده. ممكن كمان نرجعها تاني نحطها في التتبيلة دي علشان تاخد طبقة اكتر او طبقة قرمشة اكتر، وترجعي تاني تحطيها في البقسماط. يعني بعد ما اعملها كده اول طبقة، هبتدي تاني اخد القطعة من الكبد والقوانص وارجعها تاني في التتبيلة دي، وارجع احطها تاني في الكفر الخارجي. بالشكل ده طبعا هتكون طبقة الكريسبي بتاعة الكبد والقوانص هتكون عالية جدا، وهتديكي قرمشة اكتر. تمام كده زي ما احنا شايفين. بخلص بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه لحد ما تخلصي كل الكميه اللي معاكي. سهله وبسيطه يا بنات. عايزه اقول لكم بقى طعمها بجد حكايه. وبما اننا بقى بنحب اي حاجه كريسبي او اي حاجه مقرمشه او اي حاجه كنتاكي، فالطريقه دي بجد هتعجبكم جدا. وبكده تكوني غيرتي في وصفاتك للكبده وعملتي حاجه جديده هتعجبكم وهتعجب الاولاد قوي. بس كده خلصت بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. دلوقتي بقى ممكن تحطيها في التلاجة او في الفريزر اسفل لحد ما تتماسك شويه، وممكن بقى تستخدميها على طول. انا هنا هستخدمها على طول معاكم. هنبدا بعد كده نجيب طاسه على النار نحط فيها كميه زيت كده محترمه علشان طبعا تتقلي كويس معانا. وبعد كده هسخنه قوي وههدي النار شويه للنار متوسطه، وهنبدا بعد كده نحط بقى الكبد والقوانص بتاعتنا في الزيت. هتبداي تقليها عادي خالص كانك بتقلي بانيه بالظبط او كنتاكي. وهي طبعا هتستوي معانا كويس. يعني الكبد بتستوي بسرعه، كمان القوانص اللي معانا كانت مستويه، فهي مش هتاخد اي تسويه خالص. يعني بالكتير قوي كل اتجاه هتاخد دقيقتين اتنين بس، يعني 4 دقايق بالكتير هتكون خلصانه معاكي. بمجرد بقى ما تبدا تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه وتبداي كده تحسي ان هي استوت معاكي، على طول هتبداي ان انت تخرجيها. ممكن بقى تحطيها على مناديل علشان تشرب اي زيوت، او تحطيها في مصفى علشان تصفي اي كميه زيت فيها. بس كده بتكوني بقى خلصتي كده اجمل فراخ او اجمل كبد وقوانص كنتاكي. طعمها بجد رهيب يا بنات، وعامله طبقه قرمشه بجد حلوه قوي. كمان البقسماط او الكورن فليكس اللي احنا بنشتري ده هو رخيص مش غالي. يعني لو جبت ب10 جنيه هيكفيكي جدا وهيفيد معاك كمان. ببدا كده بالشكل ده اقلبها مره واتنين وتلاته لحد طبعا ما تاخد التسويه المظبوطه اللي احنا عايزينها. وبكده يا بنات بيكون جاهز معانا اجمل كبد وقوانص كنتاكي ممكن تجربوها في حياتكم. بس كده قدموها بألف هنا وعافيه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. هنا خلاص كنت خلصتها وقدمتها بالشكل ده. زينيها بقى باي شويه كده من الكزبره الخضراء واي حاجه كده تكسر اللون، وقدموها بقى مع مكرونه او رز اصفر او رز بشعريه. وجبه جميله جدا يا بنات، تنفعكم ان شاء الله في وصفات رمضان. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. الكبده مستويه والقوانص كمان مستويه جدا، وطعمها بجد رهيب. جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو واول مره بتشوفيني، طبعا اتمنى تكوني مشتركه معايا في القناه. هكون سعيده جدا بوجودك معايا. واهم حاجه ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.